بعد اكتساحه لنادي شبيبة القبائل موعد مباراة النادي الاهلي المصري والجيش الملكي المغربي في الجولة الثانية من دوري ابطال افريقيا. بس قبل اي حاجة، لو انت مهتم باخبار النادي الاهلي اعمل متابعة للصفحة عشان يوصل ليك كل جديد. الاهلي داخل على امتحان جديد قدام نادي الجيش الملكي المغربي في الجولة الثانية من دور المجموعات من دوري ابطال افريقيا. نادي الجيش الملكي المغربي واللي بيحتل المركز الثالث بالمجموعة، وده بعد خسارته في الجولة الاولى امام يانج افريكانز 1-0، واللي كمان بيحتل وصافة بطولة الدوري المغربي في الموسم الحالي، واللي غادر بطولة دوري ابطال افريقيا في الموسم السابق من ربع النهائي على يد نادي بيراميدز المصري، وده بعد خسارته في الذهاب في القاهرة 4-1 وفوزه في الاياب في المغرب 2-0 عشان يغادر ربع النهائي بفرق الاهداف. اما عن الاهلي فالاهلي واصل مشواره الافريقي وبدا دور المجموعات بافضل بدايه ممكنه، فوز كبير على شبيبه القبائل 4-1 في استاد القاهره بسيطره من اول دقيقه. الاهداف كانت بجوده عاليه جدا. الهدف الاول جه في الدقيقه 35 عن طريق تريزيجيه بضربه راس قويه بعد عرضيه من زيزو. بعدها بثلاث دقائق بن شرقي بينطلق من الجهه اليمنى وبيمرر كره عرضيه ارضيه قابلها محمد شريف بتصويبه قويه وبيسجل الهدف الثاني. لكن بيجي الشوط الثاني وفي الدقيقه 57 الاهلي بيستقبل هدف غريب بعد خطا مشترك بين ياسر ابراهيم ومحمد الشناوي، وده اثناء استقبالهم العرضيه عشان يحصل ارتباك وياسر ابراهيم يسجل هدف في مرمى فريقه عشان النتيجه تبقى 2-1 لصالح الاهلي. لكن الاهلي استمر في الهجمات وفي الدقيقه 84 رجع من جديد للتسجيل عن طريق تريزيجيه بعد ما حط الهدف الثالث من تصويبه قويه من داخل منطقه الجزاء. وقبل نهايه المباراه وفي الدقيقه 93 بيختم حفله الاهداف البديل امام عاشور، بيسجل الهدف الرابع من تسديده قويه من بره ال 18 عشان يحجز مكانه الاساسي من جديد في مباراه الفريق القادمه امام الجيش الملكي. اما عن المكاسب الفنيه للفريق من المباراه فكانت كبيره وواضحه جدا للجماهير، وده بعد تالق غير عادي للرباعي تريزيجيه واشرف بن شرقي وزيزو وشوبير. تريزيجيه في المباراه كان رمز للشراسه الهجوميه الغير عاديه، اما احمد سيد زيزو واشرف بن شرقي فكانوا صناع السحر للهجمات من وسط الملعب. وطبعا مع خروج الشناوي مصاب من المباراه ظهروا في دقائق بسيطه جدا البطل مصطفى شوبير اللي قدر يتصدى الهدفين انهم يدخلوا في شباك الاهلي ويثبت لتاني مباراه مدى ثباته وجودته العاليه، وده بعد مباراته الاخيره مع المنتخب المصري امام الراس الاخضر واللي اتصدى فيها لضربتين ترجيح عشان يطمن جماهير النادي الاهلي ان عارين النادي الاهلي في امان في مباراته القادمه امام الجيش الملكي، وده بعد تاكيد الجهاز الطبي للنادي الاهلي عدم لحاق الشناوي بالمباراه القادمه. اما عن موعد المباراه فالمباراه ستكون يوم الجمعه 28 نوفمبر الساعه 9 مساء بتوقيت القاهره على ملعب مولاي الحسن بمدينه الرباط المغربيه، وستنقل المباراه على شاشه النقل الحصري للبطوله شبكه بين سبورت. وبكده وصلنا للنهايه. لو انت مهتم باخبار النادي الاهلي اعمل متابعه للصفحه عشان يوصل ليك كل جديد. كان معكم حسن سعيد.